وهنا توجد عملية استنساخ. هتفهموا ليه قدام انا بقول كده. دي مع ربع رغيف وكيس شيبسي بالطماطم، فنسأل الله التسهيل ان الطعم يبقى حلو. بصوا يا مساء المانجا على كل المانجوز. الجبنه النستو او المثلثات اسهل واسرع بديل في سندوتشات المدرسه. الفيديو ده ملحمه. في الفيديو ده هنتعرف على احلى جبنه نستو في مصر. اللايك والفولو والسبسكرايب اللي انت في الغالب ناسيه عشان تقدر تشوف الفيديوهات اللي جايه من احمد منى. حط ربنا يقدرنا عليه في حصاله المانجا وحصاله الخير. ربنا يبارك لنا ويفتح علينا في الحلقه. ودي جايب لكم تقريبا كل الانواع اللي موجوده في السوق، كل الاسعار والاشكال والالوان. بس قبل ما نبدا، عمرك سالت نفسك هم ليه سموها جبنه نستو؟ في حدوتين. قال لك ان كلمه نستو اصلا هي كلمه اسبانيه معناها الحاجه السمينه او المليانه بالدهون. اما الحاجه الثانيه هتيجوا نشوف. جبنه نستو سهله تعمليها ساندوتش، وجبه كامله بعدها الواحد ما يجوعش، غير صناعيه من القلب 100%. ده كان اول نوع جبنه مثلثات نزل، ومن ساعتها تقريبا الاسم لزق فيه. نبدا الملحمه. يلا. كيري. قال لك كيري كريمي، جبنه مثلثات وفيها 8 قطع، وزن العلبه 120 جرام ب 34 جنيه، وده يعتبر اغلى سعر في الحلقه. طبعا كيري معروفه بالجبنه المربعات واللي بيكون غالب عليها في الطعم القشطه. الحاجه المميزه في كيري واللي مش موجوده في انواع كتير ان هم كاتبين انها سهله الفرد وطعم القشطه. قال لك جبنه مثلثات معموله بالظبط ليكي والعيله. هو بيخاطب ست البيت تقريبا. ده شكل المثلث من جوه. وريني السيد، وادي المثلث. بسم الله. كيري يعني الطعم الدسم الغني، قريبه جدا من طعم الجبنه المربعات بتاعتهم، فيها طعم قشطه عالي، بس مش حاسس ان القوام بتاعها كريمي قوي او هيكون سهل في الفرد. تعالوا نقرا حاجه مهمه في المكونات بتاعتها عشان ده هيفرق معانا قدام. الجبنه دي بتتعمل بالحليب والزبده، وزي ما قلنا انها بطعم القشطه. زيت. هتدي كام لكيري يا منجوجو؟ صراحه جوده محترمه وطعم حلو. سعرها غالي سيك، عشان كده كيري هتاخد معايا 8 من 10. احنا كده بادئين الحلقه فوق. تعالوا نشوف اللي بعده. بريزيدو جبنه مثلثات 8 قطع، وزن العلبه 104 جرام، يعني اقل من الكيري، وسعرها 34 جنيه يعني بنفس سعر كيري. كاتبين بقى على العلبه من بره ان هي فيها فيتامينات، كاتبين من ورا هنا ان هي الاختيار الاول لاطباء الاطفال في مصر، وكاتبين كمان ان هي فيها كالسيوم. والله معلومات قيمه بس مش هنقدر نحكم على صحتها. احنا جايين ندوق الطعم. الجبنه دي برده معموله من الزبده. هتفهموا ليه قدام انا بقول كده. ده شكل بريزيدون من جوه. هو الحاجه اللي لفتاني ان التغليف بتاعها الصراحه اقل من كيري. ده هو شكل المثلث من جوه عجيب جدا اصلا. بصوا كده، مش عارف هي ليه عامله كده من جوه. نسيب المثلث ده وناخد واحد تاني نفس المنظر. بصوا يعني ما علينا من المنظر، احنا عايزين ندوق كده. بسم الله. ماشي. انا مش عارف احكم المنظر ده هل ليه علاقه بتخزين او حاجه ولا هي طبيعتها كده. بالنسبه للطعم هي فيها طعم مش عاجبني. اولا فيها طعم سكر مش مفهوم. طعم الجبنه والزبده اللي موجود في كيري احلى. لو جيت تسالني بريزيدون هتاخد كام، اقول لك هي سعرها عالي. انا متوقع ان انا اشوف كواليتي وطعم اعلى من كده بكتير. الغريب ان بريزيدون هتاخد 6 من 10. اللي بعده البقره الضاحيه. شكل البقره دي مرتبط بطفولتنا جدا، بنفس الحلقين اللي لابساهم دول. لافاش كري بقى منزله كذا نوع في السوق. العلبه دي 120 جرام، 8 قطع برضو، كاتب لك بقى من هنا ان هي فيها فيتامينات وزنك وحديد ويود، ولسه مزوده بالكالسيوم. ويعني ايه ولسه؟ يعني لسه مزودينها قريب ولا لسه فيها مش فاهم الكلمه. ما علينا منجوجو. المهم برضو ان دي معجون جبنه مطبوخه كامله الدسم معموله من الزبده. بالمناسبه لافاشكري انتاج نفس شركه كيري. سعر لافاشكري بقى 33 جنيه 75 قرش، يعني اقل من كيري بربع جنيه ونفس الوزن. ده لعب تسويق بقى اعلى من تفكيرنا. شكل المثلث الطيب اهو. هنا بقى المثلث تقريبا شبه كيري، هو بالظبط المثلث ماسك نفسه اهو. ده شكل المثلث. وندوق. بسم الله. هاخد قطمه كمان. طعم الجبنه حلو واللبن اللي معموله بيه حلو، بس ما فيهاش طعم الزبده اللي يخليها غني زي كيري كده. اخف واقل من الكيري لكن جوده محترمه. فلافاش كري 7 من 10. اللي بعد ده بقى لاين جديد لسه شايفه اليومين دول موجود في السوق. قال لك البقره الضاحكه اوريجينال، وكاتب لك من هنا كريمي تيست ونيو ديزاين او تصميم جديد. وزن العلبه 112 جرام، وسعرها 29 بول. يبقى كده الفرق بينها وبين العاديه ان وزنها اقل وسعرها اقل، والمفروض ان هي كريمي. نفس الشكل تقريبا بالظبط. ده شكلها من جوه. القوام بتاعها فعلا انعم شويه من العاديه. بسم الله. هي فعلا كريمي وهتكون سهله جدا في الفرد. هنا بقى طعم الحليب والزبده باين اكتر، فيها لزعه الجبنه النستو. طعمها كيفني اكتر من العاديه. دي مع ربع رغيف وكيس شيبسي بالطماطم هتقول جامد. فالبقره الضاحكه كريمي 8 من 10. في الجزء ده من الحلقه بقى هيحصل تويست. هنبدا ننزل للفئه السعريه الاقل. لافاش كري سيمبلي، مكتوب لك بقى سيمبلي او كلاسيك، مكتوب ان فيها كالسيوم وفيتامين الف وفيتامين د. الفرق هنا بقى انها معموله من الزيوت النباتيه، يعني الجبنه دي ما فيهاش زبده، فيها دهون نباتيه او زيوت نباتيه. هل ده هياثر على الطعم ولا لا؟ هنشوف. 112 جرام ب 22 بول. وريني كده. نفس شكل المثلث من جوه بس كاتبين لك عليها سيمبلي. نفس القوام بتاع لافاش كري العاديه مش الكريمي، ونفس اللون تقريبا. بسم الله. هو في طعم جبنه نستو بس في حاجه ناقصه. حس الدسامه بتاعتها واللبن قليل، وعدم وجود الزبده مخليها فقيره شويه. فلو هقارنها باللي فاتوا مش هتاخد اكتر من 6 من 10. مش كفايه لافاش كري كده طعمه ملك، والبنوته القطقوطه اللي بتبقى موجوده فوق دي مع الضفيرتين اللطاف بتوعها. قال لك بقى ان هي فيها فيتامين بي 2 وبي 12 كالسيوم وفيتامين اي. وزن العلبه 100 جرام، وسعرها 19 جنيه 95 قرش. الجديد او اللي مختلف فيها ان هو مكتوب صنعت بواسطه تكنولوجيا يو اتش تي لصحه افضل لاطفال. تعالوا ندخل نشوف ايه اليو اتش تي. قال لك اليو اتش تي ده هو المعالجه بالحراره العاليه.
معالجه فائقه الحراره او البسطره الفائقه، هي تكنولوجيا معالجه الاغذيه والتي تعقم الاغذيه السائله او الحليب بشكل رئيسي عن طريق تسخينها فوق 135 درجه مئويه او 275 درجه فهرنهايت، وهي درجه الحراره المطلوبه لقتل الجراثيم في الحليب لمده من ثانيه لثانيتين. هو الصراحه الكلام يبدو في شكله ان هو كلام مهم او مفيد، لكن ايه مدى صحته العلميه بصراحه ما عنديش فكره. من المعلومات المهمه عن طعمه ان هي برده معموله بزيوت نباتيه او دهن نباتي، وان هي نفس انتاج شركه بريزيدون. ده شكل المثلث من جوه اهو، والمثلث متماسك شويتين ثلاثه كده. بسم الله. هي طعمها طبعا مختلف خالص عن بريزيدون، يعني بريزيدون كان فيها سن الدسامه اعلى، تحس الطعم فيها خفيف كده، ما فيهوش دسامه قوي، ما فيهاش السكر اللي كان موجود في بريزيدون، بس طعمها كجبنه مثلثات او جوده جبنه نستو تعتبر قريبه شويه من لافاشكرين نباتي، فممكن تاخد 6 من 10. يلا لبنيتا. وهنا بقى في مفاجاه، الجبنه دي فيها فيتامينات وكالسيوم ومعادن وبروتين. ايوه فين المفاجاه يا منجوم؟ المفاجاه ان سعر العلبه دي 19 جنيه 95 قرش، وداخل فيها زبده من زيوت نباتيه. نسال الله التسهيل ان الطعم يبقى حلو. التغليف بتاعها لطيف، حاطط لك بقى من جوه بقرتين، واحده بتشيل حديد واحده بتلعب باسكت. الرياضه حلوه مفيش كلام. شكل المثلث من جوه كده يعني قريب سيكا من بريزيدون اللي هو كان لازق في الورقه كده وبتاع. ندوق الطعم. بسم الله. حلو. خلينا متفقين على حاجه، وجود الزبده فيها مديها طعم غني ودسم، بس ما فيهاش اللذعه اللطيفه بتاعت الجبنه النستو، طعمها مش مبهر قوي مثلا زي الكيري. بس لما تيجي تتكلم عن حاجه بالسعر ده والمكونات دي، فهنا السعر يشفع لها، فاقدر اديها 8 من 10 عشان سعرها حلو وطعمها مقبول، والمكونات بتاعتها نفس المكونات بتاعت الاسعار الغاليه جدا. فلبنيتا 8 من 10. ابو الولد قال لك 50 سنه خبره، كالسيوم، فيتامين ايه، فيتامين د، 104 جرام ب 18 جنيه وربع، معموله برده من الدهون النباتيه، وهي انتاج نفس شركه كيري ولافاشكرين. اللي نستشفه من الموضوع ايه؟ ان اغلب الشركات بتعمل انواع نباتيه وانواع معموله بالزبده. مبدا بقى كل نفسك قبل ما حد ياكلك بقى والحاجات اللطيفه دي. ده شكل المثلث، ولونه قريب جدا من لون المثلث بتاع كيري، تحسه برده مش ناشف قوي كده، تحسه كريمي سيكا. بسم الله. لطيف ده. طعم الجبنه خفيف عشان فكره الدهون او الزيوت النباتيه دي، بس هم ظابطين حاجه في المعادله خلينا احس بطعم جبنه لطيف. فابو الولد يعتبر احلى نوع عجبني في النباتي لحد دلوقتي، وبالتالي هياخد اعلى منه 7 من 10. هنبدا بقى ندخل على فئه سعريه ثانيه، واول نوع فيهم جرينلاند، موجود فيها كالسيوم وفيتامينات بي 12 وبي 2 وفيتامين اي، معموله برده بتكنولوجيا اليو اتش تي. 108 جرام ب 15 جنيه 75 قرش، وانتاج نفس شركه بريزيدون وطعمه. ده شكل المثلث. هنا المثلث شكله ناشف بقى شويه. بسم الله. الجبنه دي برده نباتي، فيها لزعه كده تحسها لزعه جبنه شيدر، مع نسبه السكر اللي ما بتكيفنيش، يعني بالنسبه لي ما تفرقش في التقييم عن طعم. 6 من 10. انا محتاج بقى اخد بريك لان الدسامه كده ليفل التنين. هاخد بريك وارجع. 1 hour later. رجع. ندخل على اللي بعده. باندا، معجون جبنه مطبوخ قابل للفرد، يحتوي على زيوت نباتيه، الدبدوبه قاعده على المرجحه واخر استك، مكتوب من هنا ان فيه فيتامين وكالسيوم وبروتين. ندوق. سعر العلبه 15 جنيه. مفيش فروقات كبيره طبعا في شكل المثلث، هو بيفرق بس اذا كان كريمي او متماسك. ده ماسك نفسه مش كريمي. بسم الله. هنا بقى مفيش لا طعم لبن ولا طعم جبنه، مش ملمسه معايا في طعم الجبنه النستو نهائي الصراحه. طعم وجوده منخفضه، سعرها قليل ما اختلفناش، بس ما عجبتني. 5 من 10. بالهنا. جبنه بالهنا، جبنه نباتي فيها بروتين وكالسيوم وفيتامين دي، وسعرها 11 جنيه وربع. وري راسم لك من هنا بقى توست كده ومحطوط عليه مفروض عليه الجبنه وبتاع، ما حاولش تبيع لي الفكره بالعافيه، سيبنا اشتري بمزاج. ايه دي شكل المثلث. بسم الله. بحاول اقفش في طعم كده، بحاول اقفشه. الجبنه دي طبعا معموله من زيوت نباتيه، طعم اللبن فيها حلو وفيها لذعه الجبنه النستو، بس الجوده مش افضل حاجه. سعرها منافس جدا، والصراحه في الفئه السعريه دي انا كنت متخيل ان انا اول ما هدوق هيبقى فيه طعم غريب جدا او حاجه صادمه بالنسبه لي، لكن ده ما حصلش. فبالنسبه لي بالهنا ليفل اعلى من باندا، بتاخد 6 من 10. اخر نوعين معايا ديري، وهنا توجد عمليه استنساخ لكيري. بصوا العلبتين جنب بعض، في تشابه كبير في الالوان، وديري وكيري وبتاع، قايل لك ان هي برده سهله الفرد. يا ترى هتستنسخوا الطعم؟ ديري هي انتاج نفس شركه باندا، معموله من الزيوت النباتيه وسعرها 11 بولمن. شكل المثلثات بتاعتها بقى زي الجبنه النستو بتاعت زمان، ما عليهاش اي ستيكرز ولا بتاع، مثلث ساده كده، حتى طريقه فتحها اللي هي بتقوم مفتوحه خط من الجنب كده، وانت بقى تقعد تقشر شمال. هي والخط اللي بيبقى في النص، طريقه فتحها اصعب شويتين من كل الانواع اللي فاتت. الصراحه دي حاجه ملهاش اي علاقه بالتقييم. شكل المثلث اهو. بسم الله. نو لا احنا بعيد قوي، مفيش طعم جبنه نستو نهائي. هي الجبنه ناشفه جدا، كريمي تماما زي ما هم قايلين يعني. جوده اللبن والمكونات المستخدمه فيها ضعيفه جدا جدا، واكيد هديها سكور اقل من 4 من 10. بركه الحلقه الفراوده. في الحقيقه بقى في مجموعه من الانواع موجوده في السوق باسامي كتير مختلفه، بس كلهم في نفس الفئه السعريه اللي هي فئه ال 8 جنيه 8 جنيه ونص. فانا الصراحه جبت نوع واحد منهم وهو الفراوده، ومكتوب عليها سموث سensation. شفت سموث؟ هي المفروض يعني سهله الفرد، الراجل كاتبها بالاجنبي. سعر علبه جبنه الفراوده 8 جنيه ونص. طبعا التغليف وفتح العلبه اصعب بكتير من اللي فاتوا، يعني منطقي الصراحه، يعني مش عايزين ايه نكون متحاملين عليها. المثلث من جوه مش متماسك كده قوي، شكله يعني كريمي سنه فعلا، يعني واضح ان السموث سنسيشن ده حقيقي. بصوا انا هخلص تصويره واقوم اجيبها. فكروا دي علامه ان انا ما ادوقهاش، بتلظلظ زي، بس المره دي همسكها كويس بقى، عامله زي الجيلي كده. بسم الله.
لا طعمها بعيد قوي الصراحه، فيها لذعه كده مش مظبوطه، فعشان ما اظلمهاش الفراوده خارج التقييم. كده انا خلصت كل الانواع اللي معايا، هنلم بقى الدنيا وارجع لكم برشامه الحلقه. تعالوا بقى اقول لكم ترشيحاتي الشخصيه لاحلى جبنه نستو في مصر. بالنسبه للفئه السعريه العاليه هيكون كيري، طعم الجبنه حلو وطعم القشطه فيها كان حلو قوي، ما عدا فكره انها كريمي. كيري اختيار محترم في الفئه السعريه العاليه. يجي بعد كده اللي هي اللافاش كريك كريمي، لطيفه وكريمي فعلا، فيها الليجاسي بتاع الجبنه النستو، فيها طعم الجبنه النستو اللي احنا متعودين عليه بتاع زمان. بالنسبه للفئه السعريه المتوسطه لبنيتا اختيار محترم جدا، خاصه ان هي معموله بالزبده مش بالزيوت النباتيه، مقارنه بسعرها اللي هو 19 جنيه 95 قرش، وكل الجبن اللي في فئاتها معموله بزيوت نباتيه مش بزبده، فده اختيار كويس. الترشيح الاخير ابو الولد، رغم ان هي معموله بزيوت نباتيه لكن هم عاملين معادله او خلطه كده مديها طعم لطيف، وبرده فئاتها السعريه متوسطه 18 جنيه وربع. بس كده، دي كانت تجربتنا لكل انواع الجبنه النستو اللي موجوده في السوق. قولوا لي بقى في الكومنتات وابعتوا لي قولوا لي عايزيننا نجرب ايه تاني او اي افكار عايزين نعملها هنا مع بعض. واخيرا لكل المانجو لافرز، السلام عليكم.